السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش بقى حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبتي لو انت أول مرة تشوفيني فضلا طبعا وليس أمرا اشتركي في القناة وفعلي الجرس ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار لكل فيديو جديد بنقدمه. خدي لِك بقى كده لفة في الفيديوهات السابقة هتعجبِك جدًا، كلّها بقى كده نشاط وحيوية وكلّها والله طاقة إيجابية، يعني أنا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أنزّل لكم كل حاجة مفيدة ليكم، أنتم تستفيدوا بيها يعني، ما تكونوش بتتفرّجي على الفيديو كده وأنتِ ما استفدتيش منه أي حاجة ولا تتشجّعي منه، لأ، ما تضيّعيش وقتِك على الفاضي. أنا واحدة من الناس باحب جدًا أتفرّج على الروتينات، باحب جدًا أتشجّع كده بصراحة، يعني لمّا باكون كسلانة باجيب أي قناة من اللي أنا باحبها كده وأتفرّج على فيديو روتين ليها وباقوم على طول أتشجّع، مش إن أنا أتفرّج بقى وأضيّع وقتي كلّه على التليفون على الفاضي. فتشجّعي كده وتحمّسي زي ما أنتِ شايفة كده، قومي بقى شوفي وراكِ إيه وكده وخلّصي اللي وراكِ، بس خدي لِك بقى كده لفّة في القناة، الفيديوهات السابقة هتعجبِك جدًا والله وهتستفيدي منها حتى لو بحاجة بسيطة. القناة بتقدّم كده روتينات، وصفات، عزومات، كل ما يخُص البيت والأولاد. أتمنى ليكم كده يا رب مشاهدة ممتعة، وأتمنى يا رب إن كلنا نكون في أحسن صحة وأحسن حال. أول حاجة كده هابتدي بأوضة الولاد، يعني مش عايزاكم بقى إيه تتصدموا من الشكل اللي أنتم شايفينه دوّة. أي بيت طبعًا فيه ولاد بقى صغيّرة، فأكيد يعني الحاجات الغريبة دي بتبقى موجودة. زي ما أنتم عارفين عني كده وقُلت الكلام كتير دوّة في فيديوهات سابقة، إن أنا لمّا بتكون الشقة عندي مش مرتّبة، أنا بتبقى أعصابي مشدودة ونفسيتي بتبقى تعبانة جدًا. أنا عندي ما آكلش ولا أشرب والله العظيم 3، عندي ما آكلش ولا أشرب، بس تكون الشقة كده مرتّبة وكل حاجة في مكانها. أنا من الناس اللي باحب جدًا كل حاجة يعني تبقى في مكانها، وده مش صح لإن في ولاد صغيّرة وبتبهدل وبتلعب وعندها طاقة وكل حاجة، وأنا عارفة كل الكلام دوّة، بس مش باعمل بيه بصراحة يعني. فهابتدي كده بأول حاجة بأوضة الولاد، بنتي كانت عاملة بُصّوا أكل للفراخ في الطبق والله يعني. بس بتاع تلعب بقى بما إني بقى هانضّف الأوضة كلّها بقى وهنقلب بقى عليها واطيها، طبعًا إحنا كنا عاملين قبل كده مع بعض، كنا غاسلين السجاد وكنا عاملين من تحت السراير والحيطان وكلّه. دلوقتي إحنا الشغل بقى اتسهّل علينا كده الحمد لله، الشباك طبعًا عاملاه والستاير غاسلاها وحاطة الستاير نضيفة يعني، هاغيّر السراير بس وهنلمّع الخشب وخلاص على كده. كده أنا خدت سرير الأول، بانفّض السرير طبعًا وهافرش بقى ملايات نضيفة كده، شِلت الملايات بقى اللي كانوا عاملين عليها أكل الفراخ دوّة والحاجات دي. طبعًا أنا الشباك بتاعي ألمونتال، عايزة أقول لكم إن أنا بيتفتح من الجنبين، مرّة بافتحه الجنب دوّة عشان الشمس تيجي على السرير ده، والمرّة التانية اليوم التاني مثلًا أفتحه على الضلفة التانية، علشان ما اظلمش بقى إيه أي أوضة يعني أي قصدي سرير منهم، هنا يوم الشمس تيجي على السرير ده، ويوم تيجي الشمس على السرير ده. طبعًا أنا قعدت بقى كده لإن لو كنت سِبت المقطع ده كان هياخد معايا الفيديو وهيكبّره كتير أوي، مسكت الكومودينو دوّة أنا كل ضلفة فيها بابقى حاطة فيها حاجات ولادي يعني، طبعًا رتّبتها بقى كده وشُفت الحاجات اللي ما لهاش لازمة الورق والحاجات اللي أنتم شُفتوها دي كلّها شِلتها، وابتديت إن أنا أكنس الأوضة وطلّعت المهزلة اللي كانت موجودة في الأوضة دي ولمّيتها، وحطيت مَيّة بقى كده ورابسو بقى وشوية كلور بقى. أنا النهارده في المسيح باستخدم بصراحة اللي هو الكلور الأبيض العادي، ريحته نفاذة جدًا اليومين دُولة يعني، وشوية رابسو كده بصراحة أوكسي ريحته حلوة أوي، وخلاص على كده، بعد ما كنست الأرض طبعًا، وهالمّعها بقى كده بالشرشوبة رايح جاي بقى. يعني بُصّوا يعني الحمد لله والله، والله أنا باروّق على طول وسبحان الله ما بتفضلش زي ما هي، مش عارفة بقى. مع إن أنا مسيطرة على الولاد جدًا والله، بس دي أكتر أوضة في البيت بتتعب نفسيتي، بس بصراحة يعني مش هاضحك عليكم، باقعد أغني وبارُد على نفسي يعني، هي بيبقى فيها كل حاجة، فيها شنطهم، فيها كُتَبهم وكراريسهم وكل حاجة. عايزة أقول لكم بقى هنا أنا رجّعت السرير مكانه، إيه رأيكم بقى؟ أنا كنت حاطة السرير بالعرض كده مكان الكومودينو، فكانت بنتي بصراحة بتيجي تنام كده فبتزنق في الحيطة خالص، وبتبقى الحيطة الجدران بتاعة الحيطة في الشتا دي بتبقى ساقعة أوي، فنقلت السرير بقى كده في سبيل إن أنا أحط المخدة بقى هنا جنب العمود، لو اتزنقت بقى والّا حاجة ما تسقعش يعني مني.
ورجعت شكل الأوضة زي ما كان كده، برضه حسيت بتغيير. وادي كده الستاير النضيفة اللي باقول لكم عليها، لمعت الخشب طبعًا أنتم شايفينه أهوّة، وفرشت السجاد بقى اللي إحنا كنا غاسلينه وشايلينه بقى. كل حاجة كده لمّا بتتعمل في وقتها بتسهّل عليكِ حاجات كتير. خلّصت الأوضة دي، رشيت المعطر، قفلتها، طلعت بقى على اللي بعده. هنا بقى مسكت أول حاجة بقى البلكونة، أنا باخد من برّه لجوّه. مسكت البلكونة الأول، طبعًا كنت ماسحة بقى السور بتاع البلكونة كده علشان التراب، الجو معفّر جدًا اليومين دول. مسكته بقى مسحته هو الأول كده، وبعدين مسكت البلكونة، وبالشرشوبة بقى إيه هانشّف برضه كده، عشان ما يبقاش في مَيّة يعني لمّا تنشف. ساعات البلاط بيبقى فيه حتت واطية وكده في البلكونة، فبيفضل فيها مَيّة يعني، نتفادى بقى الموضوع دوّة، لا قدّر الله نتزحلق أو حاجة. غيّرت المَيّة، طبعًا أنا أوضة باغيّر المَيّة بتاعتها علشان يفضل معايا السيراميك يا جماعة نضيف ومش مجيّر كده ومش مبقّع. يعني أنا مسحت أوضة الولاد، كبّيت المَيّة، جِبت برضه مَيّة نضيفة وحطيت برضه رابسو، وحطيت كلور أبيض زي ما قُلت لكم كده، وهامسح بيه الأوضة. عايزة أقول لكم إن أنتم المفروض بقى تكونوا عرفتوا أنا كده تعبانة. أنا ما مسحتش بالخرطوم ولا حاجة، يعني كان نِفْسي بأمانة ربنا آخر مسحة دي قبل الشتا يعني أشدّها بالخرطوم برضه، حيطان وأرضيات مش عارفة. يعني أنا نِفْسي بصراحة، يعني كتير بيقول لي يعني ارحمي نَفْسِك شوية من المَيّة والخرطوم، هو الحمد لله اتخرم يعني خلاص وحاسة إن هو باظ، بس قُلت بقى يالّا الحمد لله قدّر الله ما شاء فعل. باحكي لأختي قالت لي: "لأ، لأ، أنتِ كده تعبانة، أنتِ طالما ماسحة بالشرشوبة فعلًا." والله العظيم بجد يعني، باقول لها: "تصدقي أنا عملت كذا، كذا النهارده." راحت قالت لي: "لأ، أنتِ كده تعبانة، أنتِ طالما ما كبّيتيش مَيّة بالجرادل وبالخرطوم فيكِ حاجة غريبة." بس كده بقى خلاص خلّصت الأوضة، فرشت السجادة بتاعة الأوضة دي. طبعًا الصالون متنفّض معايا كده ومتلمّع تلميعة على السريع، لإن هو نضيف زي ما أنتم شايفين كده. فطبعًا ما فرشتش بياضات، ما فرشتش أي حاجة، سِبت كل حاجة كده ببساطتها وزي ما هي يعني، أكتر من إن أنا شِلت التراب بس ومسحت. كده أنا خلّصت الأوضتين، وكنت عاملة طبعًا أول حاجة أوضة النوم عشان لمّا جوزي ييجي من الشغل كده يلاقي الأوضة بتاعته هادية كده ونضيفة وجميلة، ما لهوش دعوة بقى بباقي الشقة يعني. رُحت بقى إيه، قبل ما أعمل الصالة هاعمل الغدا الأول، لإن كان الولاد خلاص بقى على مجية يعني، وعايزة ألحق أغدّيهم قبل الدروس بقى والجري والكلام ده. كنت مقررة اليوم دوّة إن هُم يتغدوا بدري، طالما إن أنا يعني مش هاعمل بقى لحوم ولا هاعمل حاجات من دي. سلقت مكرونة، هُم بيحبوا المكرونة السوسة دي أوي، بصراحة حلوة ونوعيتها كويسة جدًا. بس هي بتبقى كيلو على بعضه يعني، فأخدت منه قبل كده نُص وده كان النُص التاني. هاعمل لهم بقى النهارده مكرونة هاعملها لهم ببصل. كل مرّة بصراحة باعملها لهم بتوم وكده، فقُلت النهارده بقى نطعّم المكرونة بتاعتنا بقى ببصلاية كده هتخلّي طعمها حلو أوي. حطيت بصلاية قطّعتها في نفس الحلة اللي كنت سالقة فيها المكرونة، وهانزل كده بشوية ملح وشوية فلفل أسمر وكمون عشان يطعّموا البصلة بتاعتي كده وتبقى ريحتها حلوة. ونزلت طبعًا بالطماطم، وهانزل برضه بملح تاني كده والكمون، أضبّط بقى إيه الملح بتاع الصلصة بتاعتي. وهاسيب التسبيكة بقى إيه تتسبك مع نفسها كده. وادي المكرونة أهيّة حطيتها في المصفى بقى وغسلتها. وهنا هامسك بقى إيه البطاطس، كان عندي دُولة والله آخر حبّايتين بطاطس يعني، فمسكتهم قشّرتهم كده، وهابتدي برضه إن أنا إيه أقطّعهم صوابع هنقلي جنب المكرونة كده بطاطس. هاعمل بقى بطاطس وهاسلق بيض، وعملت شوية سلطة بقى وهنحط مخلل، والحمد لله على كده يا جماعة، يعني أنا كده عدّاني العيب وأزح زي ما بيقولوا. عملت حبة السلطة اللي أنا باقول لكم. بقى لي فترة بصراحة مواظبة كده شوية على السلطة الخضرا، علشان المناعة اليومين دُولة، أهم حاجة بصراحة طبق السلطة ده على الأكل. أنا بقى إيه ما عُدتش يعني إيه جنب سمك أو جنب أكلات معيّنة دلوقتي باحطه جنب أي حاجة. لو عاملة محشي دلوقتي باحاول على قد ما أقدر يعني، أنا مش باقول لكم إن أنا كده ولا كده، بس باحاول على قد ما أقدر أحط طبق السلطة أساسي جنب الأكل. هنا بقى يا جماعة بعد ما عملت المكرونة كان فايض شوية صلصة كده، باحب آخدها لهم برضه كده على الوش، تدّيها شكل حلو وفي نفس الوقت ولادي بيحبوها كده. حطيت المخلل أهوّة، وادي البيض المسلوق اديته رشة بس كده من الفلفل الأسمر، واللهم أطعم كل جائع على وجه الأرض. ده كان غدانا النهارده، غدا سهل وبسيط، وبصراحة مش مكلف ولا حاجة. لو وصلتِ بقى معايا لغاية هنا، حطي لي بقى كده اللايك حلو منِّك وكومنت يشجعني، وقولي لي إيه رأيِك بقى في فيديو النهارده.
بس ده كان غدانا بقى. تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بقى ناكل مع بعض. يا ريتكم كلكم جنبي والله العظيم، يعني كان يبقى زي ما بيقولوا عيش وملح يعني. بصوا، حبة سلطة بصراحة تحفة تحفة. ولا دي كانت اخر بطاطس بقى من النوعية اللي فيها النقطة الحمراء دي كمان. كانت بطاطسية دي بصراحة كانت جميلة جدا، شيبسي كده زي ما بيقولوا. البطاطس اليومين دولت غالية، وفي نفس الوقت برضو مش مظبوطة شوية، تلاقيها آلية، ومسافة ما تطلع من الزيت، يعني في الزيت تبقى مقرمشة وكل حاجة، اول ما تطلع من الزيت ممكن تطرى في ثواني يعني. بس هي مش مسكرة، مش عارفة برضو يعني ايه في ايه في البطاطس. بس مسكت بقى كده بعد ما اتغديت على طول، ما سبتش بقى المواعين زي ما بقول لكم كده. خدت المواعين بعد الغدا مباشرة، لان انا لو كنت طلعت اعمل الصالة بقى واشوف ورايا ايه تاني بره، كنت هكسل على المواعين ديت. فقلت لا، ما بديهاش بقى. خدت المواعين كده على طول على طول ورا الغدا. وبصراحة هما ما خدوش معايا حاجة، لان هي كانت كلها اطباق يعني مكان الاكل، ما فيش بقى حلل كتير ولا كلام من ده. معلش بقى انا مسرعه لكم الفيديو شويه، علشان بقى كان هيبقى بصراحه طويل قوي، لانه فيه تفاصيل كتير وفيه شغل كتير يعني. فقلت اسرعه شويه بقى عشان الناس اصحاب الباقات وكده بقى ما تزعلش مني اهو. محافظه على الناس اصحاب الباقات. بس احلى حاجه بقى منظر الحوض لما بلاقيه كده والله. انا ببقى مرتاحه نفسيا وهو بلاقيه كده. كده خلاص بقى. حطيت المخلل تاني في البرطمان اللي فضل. وادي كده بقى ايه شكل الرخامات بعد ما لمعتها طبعا. وده كان الاكل بقى اللي فاضي يعني فاضل من ولادي. قلت بقى ايه لما يجي من الدرس، كان ده كان طبق ابني يعني. قلت لما يجي من الدرس بقى فضيته كده في طبق استانلس صغير. وقلت لما يجي ان شاء الله يبقى يكمله. خلصت بقى مطبخي كده، وخلصت اللي ورايا في المطبخ، وجيت بقى على طول على الصاله. ركبت بقى الكسوه بتاعه الركنه اول حاجه. ومسكت بقى كده ايه، طبعا برجع اكنس الشقة تاني، بكنس الصالة تاني قبل ما بلمع تاني بالشرشوبة، عشان اتفادى بقى اي فتافيت كده ولا اي حاجة تطلع مني، دي بتضايقني قوي بصراحة. فبمسك اكنس الاول وبعدين امسح. هنا بقى ايه مسحت جزء جزء، والجزء اللي انا امسحه زي كده ارجع الجزء بتاعت الركنة مكانه على طول، عشان ما اسحمش نفسي بقى واحس ان انا بخلص يعني. هنا بقى خلاص بقى خلصت الجزء اللي تحت الشباك دوت. عايزه اقول لكم ان انا الشباك اساسي ببقى عاملاه انا في كل، ممكن كل ما اغير ملايات سرير يعني، ممكن كل اسبوع كده ولا اسبوعين بالكتير قوي بالكتير اكون عامله الشباك. هنا بقى بصوا بنتي بقى ايه والله راحت فتحت من نفسها الحصاله، اشرقت حبيبه قلبي من جوه. راحت فتحت الحصاله بتاعتها والله العظيم. قالت لي انا نازله عند تيتا. راحت عند تيتا وخدت ابن خالها تقريبا معاها السوبر ماركت، او هي راحت لوحدها مش عارفه، هي كانت بتحكي لي ايه يعني. وراحت جابت لي كنزايه، وجابت لي لمباده، وجابت ليها حاجه. قالت لي عشان انتي تعبتي النهارده. يعني بصوا مش عايزه اقول لكم، مش عارفه يعني اقول لكم على مدى حنيتها اشركت بصراحه. فربنا يا رب يخلي لنا اولادنا كلهم ويجعلهم حنينين دايما كده علينا يا رب، اللهم امين. هنا بقى ايه كنت جايبه لكم ان هي بتاكلني وعماله تحكي لي بقى هي عملت ايه ومش عارفه ايه. عايزه اقول لكم بقى ايه، بصوا اضحكوا في الاخر خالص. راحت قالت لي ايه بالليل بقى لما جيت انام، ماما هتبقي تديني فلوس تاني عشان نحطها في الحصاله عشان احوش. قلت لها انا ما قلتلكيش طلعي فلوسك من الحصاله. قالت لي لا يا ماما انا مش بقولك كده يعني عشان انا عزمتك ولا حاجه. بس كده بقى خلاص بقى. خلصت بقى كده هزار معاها، وقعدت لعبت شويه بقى كده، وخدت قسط بسيط من الراحه يعني. وقمت كملت بقى على طول كده. كان اللي في الدرس بقى في الدرس اليوم ده. عايزه اقول لكم ان انا بصراحه ما نزلتش وديت بقى دروس ولا اي حاجه. كان اليوم ده كله في الشقه طحن طحن كله كده ورا بعضه. اكتر حاجه بصراحه يعني ايه كنت مركزه فيها ان انا اركب الكسوه بتاعه الركنه دي، عشان زي ما انتوا عارفين قايله لكم ان انا بعملها بقى بدبابيس ضغط والشيلات عاملاها كده بشرايط عشان بربطها يعني. وكنت راكنه بقى كل حاجه كده مكانها على بقى ما اخلص مسيح كده والشقه تنشف معايا. كده بقى خلاص. شقة على ما تنشف هبتدي بقى ايه اعدل الشلت بقى بتاعه الركنه. عايزه اقول لكم ان انا بعشق الطقم دوت قوي، بعشقه بعشقه هو. والطقم اللي بفرشه في الصيف، لون الركنه الاساسي بقى بصراحه ما برتاحلوش نفسيا. يعني انا فرشته ما كملش معاكو 10 ايام يعتبر،
مش مرتاحة له، كل لمّا بابُص كده في شكلها وأنا رايحة وأنا جاية باحس إن الدنيا مقفّلة في بعضها ومكتومة كده، ما باحبش الألوان دي بصراحة خالص، خالص، مع إني أنا اللي مختارة القماش، مش هاقول لكم إن بتاع الرُكنة اللي مختار القماش ولا حاجة، أنا اللي مختاراه، بس اتصدمت صدمة حياتي لمّا لقيت الرُكنة طلعت ومش ماشية مع أي حاجة في الصالة، فقررت بقى من هنا إن أنا أعمل بقى غيار للرُكنة، أعمل لها كسوة، وما حبيتش الكسوة الجاهزة والحاجات الكريشة، ما حبيتش كل الكلام ده، أنا كنت عايزة أعمل لها غيار يدّيني شكل كإني أنا منجداها كده، فلقيت بصراحة الفكرة دي جات لي، رُحت جِبت القماش وبقيت أنا اللي أقيسه، قِسته وعملت حسابي كده في الزيادات والحاجات اللي هتخش في الجناب ومش عارفة إيه والكلام ده كله، وادّتني الشكل الجميل اللي أنتم شايفينه دوّة، وقُلت بقى أغيّر شوية عشان أنا كنت عاملة الضهر والشِلَت زي بعض، أغيّر في المخدات. وحاولت إن أنا أجيب لون يمشي مع الكابوتينيه الأساسي اللي هو النبيتي من تحت، فلقيت بصراحة اللون دوّة أكتر حاجة هو مش مدّيكِ نبيتي وفي نفس الوقت مش مدّيني الفوشيا الفاتح، فكانت الدرجة دي حلوة أوي. عايزة أقول لكم بقى معلش يعني خدتكم في الكلام، مسكت هنا الجناب بقى بتاعة البرائع كويتها، لإن بصراحة كانت متكسرة، وعارفة نفسي إن أنا لو علّقتها هانزّلها تاني أكويها، فخدتها من قصيرها كده وكويتها وعلّقتها، ودي كده الستاير القديمة بتاعتي، خدتها برضه كده برضه وركبتها، قُلت بقى إيه إحنا كده في الشتا، وبصراحة كنت مقررة إن أنا كنت عايزة أجيب يعني غيار ستاير تاني، ورجعت واحدة صاحبتي قالت لي: "لأ خسارة ليه مالهم ستايرِك جميلة." ومش عارفة إيه، فحبيبتي ربنا يخليكِ أنتِ اللي شجعتيني بصراحة إن أنا ما أجيبش يعني. وادي كده بقى إيه شكل السجاد بقى ده اللي إحنا إيه كنت غاسلاه يعني بقى ونضيف معايا أهو، ابتديت إن أنا أفرش بقى كده المشايات وفرشت السجاد، وهنا سأسقط قليلا احتراما لهذا المجهود الكبير الجبار اللي أنا عملته بصراحة. كده بقى خلاص، دي أسعد حاجة بقى والله يا جماعة، يعني انتوا أكيد حاسين بفرحتي دلوقتي. أي ست فينا كده لما بتيجي تفرش بيتها بقى خلاص وهتخلص وتفنش كده، مدى الإحساس أنا يعني إيه، أنا ببقى مكهرباهم والله العظيم، يعني جوزي ده ربنا يعينه والله على اللي أنا بعمله في الولاد في البيت، وأقعد أقول له أنت ما خدتش بالك من كذا، أنت مش شايف عيالك عملوا كذا، أنا من الصبح مش عايزة أي حد يحط إيده في أي حتة، أنا عايزة اللي أنا عملته يفضل كده، وطبعًا عمره ما هيفضل كده، لإن في ولاد بقى في البيت صغيرين وكده، فربنا يعينّي أنا ويهديني أنا على ولادي يعني بصراحة. لإن أنا عندي كل حاجة في البيت هنا ممنوعة، ممنوع حد يحط إيده على الحيطة، ممنوع حد يكون بياكل ويسند على السجادة، ممنوع، ممنوع، ممنوع. جه في مرة والله العظيم أضحّككم ابني بيقول لي إيه: "طب أنتِ كل حاجة ممنوعة، إيه المسموح طيب؟" بس وكده آخر حاجة باحبها بقى لحظة المعطر دي، مش خسارة إن أنا أرُش المعطر ده كلّه بصراحة، والله العظيم مش خسارة، طول ما الشقة نضيفة كده ما باستخسرش إن أنا أرُش المعطر ده كلّه. وهنا فرشت بس كده كنت شارية القماشة دي يعني، وخيّطتها كده وكنت جايبة لون يمشي مع لون السجادة، وفرشتها كده قدّام باب الشقة، لإن دي بتبقى أقرب حاجة يعني إيه، أعزكم الله للجزامة يعني، فدي دخلت الباب كمان، ففرشت فيها حتة القماشة دي، لسه بقى ما فرشتش حافظات ولا أي حاجة، أفرح يومين بس كده بشكل السجاد ونضافته وجماله، وبعد كده بقى إيه أفرش الحافظات بقى أو أفرش أي حاجة على الأرض طبعًا عشان الولاد، وكده بقى إيه ده شكل الشقة معايا. حطوا لي لايك بقى عشان أنا تعبت جدًا والله العظيم في الفيديو دوّة، عشان أوصّل لكم الصورة الحلوة دي، كل واحدة فينا بقى كده أو كل واحدة فيكم تقوم بقى تتشجع كده وتشوف بيتها وتشوف مصلحتها، وربنا يعينها يا رب ويعيننا كلنا جميعًا. فرشت بقى هنا المفارش الفرو دي كنت جايباها بصراحة كانت حلوة أوي برضه، فرشتها وكنت مختارة اللون البينك دوّة، بصراحة ما رضيتش أجيب أبيض عشان الترابيزة بيضا وهي هتبقى بيضا فكل الألوان هتبقى حبيت أكسر لون يعني، فجبت اللي هو اللون البينك دوّة. وكده بقى إيه خلاص أنا هاوريكم بقى كده جولة في الشقة من هنا ومن هنا يعني من الريسبشن للصالون لأوضة الأطفال لكله. وادي كده ده شكل المكتبة